وبمناسبة ارتفاع الأسعار أنا جاي النهاردة أكلمكم عن موبايل في الفئة الاقتصادية ولكن بيقدم مواصفات جامدة جدا. الجهاز اللي معانا النهارده هو السامسونج A15. وقبل ما نتكلم عن مواصفات الجهاز ده وكل حاجة عنه متنساش تعمل لايك للفيديو، وكمان انزل اعمل سبسكرايب للقناة، اشترك في القناة عشان نوصل ل 100,000 مشترك في أقرب وقت، وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديدة. ويلا بينا نبدأ الفيديو سريعا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الجهاز ده تم الإعلان عنه يوم 11 ديسمبر في آخر السنة اللي فاتت، ولكن هو وصل لنا هنا في الوطن العربي في حوالي أوائل الشهر ده أو أوائل السنة. وأكتر حاجة بتميز الجهاز ده هو سعره مقارنة بالمواصفات اللي بيقدمها. وسعر الجهاز ده بيجي في مصر بحوالي 6000 ونص 6600 جنيه، يعني أنت بتتكلم في رينج 6000 ل 7000 جنيه، وجهاز هيقدم لك المواصفات اللي هنتكلم عليها كمان شويه. ولكن اول حاجه خلينا نتكلم عن تصميم الجهاز. الجهاز ده بيجي بتصميم بلاستيكي بالكامل، ظهر من البلاستيك وكمان فريم من البلاستيك. وطبعا ما تتوقعش او ما فيش اصلا جهاز في الرينج ده بيقدم اي خامات غير البلاستيك. وطبعا الشاشه مش محتاج اقول لكم ان هي ازاز، يعني اكيد ازاز مش بلاستيك. وزن الجهاز ده 200 جرام. وزن الجهاز الى حد ما معتدل، مش تقيل ومش خفيف، هو جهاز في النص كده، يعني وزنه متوسط. تصميم الشاشه هنا تصميم قديم شويه، وطبعا في الرينج ده موبايلات تصميم الشاشه بتاعها احسن، ولكن برضه مش احسن بكتير. تصميم الشاشه اللي بيجي بدروب نوتش وبحافه كبيره قوي من تحت، وبحواف برضه من على الجنبين كبار شويه. اللي بيميز الجهاز هنا اكتر بقى في الفئه السعريه دي ان الجهاز بيجي بيدعم تركيب شريحتين، يعني انت لو معاك خطين هتقدر بكل بساطه بجهاز زي ده انك تحط فيه شريحتين وتستخدمه عادي جدا. ولكن زي ما قلت لك التصميم مش اكتر حاجه مبهره، التصميم عادي كويس، ده طبيعي في الرينج ده. ولكن بقى اللي مش طبيعي في الرينج ده واللي ما بنشوفوش كتير هو مواصفات شاشة الجهاز ده. الشاشة هنا بتيجي سوبر اموليد 90 هرتز، شاشة من سامسونج بحلاوة وجمال والوان شاشات سامسونج. الشاشة هنا كمان نسبة سطوعها بتوصل ل 800 نتس. حجم الشاشة 6.5 انش، يعني حجم متوسط او حجم كبير مش صغير، يعني الحجم ده اللي اي حد بيبقى محتاج جهاز كبير شويه يقدر يستخدم الجهاز ويبقى مستمتع بالشاشه دي. وعلى فكره في الفئه دي كان دايما بيبقى فيه مشكله في حته كثافه البكسلات وجوده الشاشه، ولكن كثافه البكسلات في الجهاز ده 396 بكسل لكل انش، يعني احنا بنتكلم في حوالي 400 بكسل لكل انش، ودي كثافه بكسلات ممتازه فوق الوصف في الفئه السعريه دي. وبصراحه الجهاز هنا محترم بشكل مش طبيعي في موضوع الشاشه، والشاشه فعلا تستحق ان يتقال عليها من افضل الشاشات في الفئه السعريه دي، ده ان ما كانتش افضل شاشه اصلا في الفئه دي. وعلى فكره في الفئه السعريه دي لما بتلاقي جهاز بشاشه اوليد بتلاقيه 60 هرتز، ولما بتلاقي جهاز 90 هرتز او 120 هرتز بتلاقيه اي بي اس، فصعب تلاقي شاشه اوليد و90 هرتز في رينج 6000 جنيه دلوقتي. يعني انت بتتكلم الموبايل ده بالدولار، لو حولته بالدولار كمصري هتلاقيه بحوالي 100 دولار، الجهاز بحوالي 120 دولار. فلا بصراحة ده مواصفات غريبة على جهاز في الفئة السعرية دي. ولما كنت اتفرج على الجهاز ده وبشوف مواصفاته كنت مفكر ان هو ده الابهار بس في الشاشة، ولكن لما نيجي نتكلم بقى عن الاداء هتشوف الابهار الاكبر كمان. الجهاز ده بيجي بمعالج الميديا تك هيليو جي 99. المعالج ده اللي كان موجود في الاي 24 اللي كان ب 8000 ونص، جهاز كان ب 8000 ونص او ب 8000 في نفس، يعني في المعالج بتاعه في الجهاز اللي ب 6000 ونص. فبصراحة لا الموضوع جميل قوي. فبصراحة الجهاز هنا في الاداء بيقدم طفرة في الفئة السعرية دي. وطبعا على الجهاز ده هتقدر تلعب العاب 90 هرتز، هتقدر تلعب على الترا مثلا لو بابجي، ولكن طبعا هتقلل الجرافيك شوية، هتقللها على اقل حاجة يعني عشان تقدر تلعب على اعلى فريم ريت على الجهاز ده. والمميز كمان الجهاز بيجي باندرويد 14، يعني احدث اندرويد موجود حاليا في السوق. وطبعا مع واجهه الوان يو اي 6 الممتازه اللي كانت زمان كنا بنتضايق منها عشان تقيله، ولكن دلوقتي مع الاجهزه الفئه الاقتصاديه والفئه المتوسطه
بقت سلسة وما بقاش فيها مشاكل اصلا. وعلى السعر ده كمان الجهاز بيجي بمساحة 128 جيجا، والجهاز ده بيجي باكتر من فيرجن بالنسبة لمساحة الرامات، يعني في فيرجن 4 جيجا، في فيرجن 6 جيجا، في فيرجن 8 جيجا، واعلى رينج اللي هو 8 جيجا ده هتلاقيه حوالي 8000 او 7800 في الحدود دي. وغير كده كمان المميز في الجهاز ان انت لو ما استخدمتش الجهاز شريحتين ممكن تستخدم شريحة وتحط اس دي كارد، يعني هتقدر تستخدم مع الجهاز ده كارت ميموري لو انت استخدمته شريحة واحدة. فبصراحة بالنسبة للفئة السعرية بتاعته الجهاز هنا ياخد 10 من 10 بالنسبة للمعالج، وبالنسبة للاداء عموما فالجهاز يقدم لك اداء مستقر نسبيا. نيجي بقى بعد كده ونتكلم عن الكاميرات. الجهاز ده مش مجرد بيجي بشاشة حلوة وبمعالج ممتاز وبتصميم مش افضل حاجة، ولكن كمان الجهاز بيجي بثلاث كاميرات. كاميرا 50 ميجا بكسل اساسية، والكاميرا دي فتحة عدسة اف 1.8، وكاميرا 5 ميجا بكسل الترا وايد باف 2.2، واخيرا وليس اخيرا كاميرا 2 ميجا بكسل لتصوير الماكرو. ومش محتاج اقول لك ان الجهاز هنا بيطلع كواليتي صور محترمة، كواليتي صور تنافس بشده اجهزه اعلى منه في الفئه السعريه. يعني مثلا الفئه السعريه من 8000 ل 9000 هتلاقي الجهاز هنا بينافس معاهم، وممكن مع ال 10000 كمان بينافس معاهم ككواليتي كاميرا. فبصراحه هو بيطلع صور حلوه مستخدمه، وكمان بيصور فيديو 1080 30 فريم في الثانيه. طبعا ما تتوقعش 4K من جهاز في الفئه السعريه دي، فهو اخره 1080 30 فريم في الثانيه. والكاميرا السيلفي هنا 13 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.0، وبرده الكاميرا هنا اخرها 1080 30 فريم في الثانيه. والكاميرا الاماميه هنا ما عجبتنيش قوي، ولكن في الفئه السعريه بتاعتها برضو هي ما زالت بتنافس وبشده. اللي عايز اقول لكم عليه بقى وابهرني فعلا لانه مش موجود في اجهزه كتير جدا دلوقتي، وهو ان الجهاز فيه منفذ 3.5 مللي، يعني هتقدر تسمع اللي انت عايزه بسماعه اللي هي هاند فري بسلك عادي جدا. وكمان الجهاز ده بيجي بسماعات صوتها عالي ولكن مونو، يعني مش ستيريو سبيكر، وبرده مفيش جهاز في الفئه السعريه دي بيجي ستيريو سبيكر خالص. وبالنسبه بقى للبصمه فهي بتيجي في زرار الباور، وهي مش ابطأ حاجه ومش اسرع حاجه، هي متوسطه، بتفتح برضو بسرعه مش وحشه. واخر حاجه بقى وهي البطاريه، والجهاز ده بيجي بطاريه 5000 ملي امبير وبيشحن بسرعه 25 واط. فبرضه في الفئه السعريه دي انا طبعا قررت لكم في الفئه السعريه دي كتير لان فعلا هو سعره ممتاز مقارنه بالمواصفات اللي بيقدمها. هو هنا بيشحن 25 واط وهي متوسطه، مش احسن حاجه، ولكن برضه هي مش وحشه خالص، هي متوسطه. فبكل بساطه انت لو بتفكر دلوقتي ان انت عايز تشتري اي جهاز في رينج من 6000 ل 7000 مفيش افضل من الجهاز ده تشتريه دلوقتي. الجهاز الاي 15 بصراحه جهاز عدى التوقعات، لان الفئه السعريه دي احنا اصلا ما بنتوقعش منها ولا شاشه اوليد ولا بنتوقع منها معالج زي الهيليو جي 99 اللي كان موجود في الاي 24 اللي ب 8500 جنيه، ودلوقتي كمان هتلاقي سعره زاد 9000 وشويه. فبصراحه لا، بيقدم مواصفات ممتازه مقارنه بسعره. وخلي بالك هو اللي مظبط سعر الجهاز ده هنا في مصر برضو ان هو بيتصنع في مصر، لان سعر النسخه بتاعته عالميا حوالي 160 دولار او 150 دولار في الحدود دي، فلو هنا هيبقى اغلى من السعر اللي احنا بنتكلم فيه شويه، ولكن طبعا بسبب ان هو بيتصنع في مصر فسعره الى حد ما معتدل. وبس كده، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولسه ما اشتركتش انزل اعمل سبسكرايب للقناه، اشترك في القناه عشان نوصل ل 100000 مشترك في رمضان، وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديده، ولينك انستجرام عندك في الكومنت. لو عندك اي استفسار كلمني هناك، وما تنسوش طبعا تفعلوا الفيديوهات اللي فاتت، وانتظروا الفيديو الجاي واشوفكم على خير.